ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن مهارة ضروري نكتسبها او نتعلمها، لان لو اتعلمناها هنعيش مرتاحين اكتر وهنقدر نتجاوز اي مشاكل وصعوبات في حياتنا. والمهارة دي هي المرونة. فكالعادة جهزوا مشروبكم المفضل واقعدوا في مكان هادي ومريح وتعالوا نسمع سوا. خليني الاول قبل ما اقولك ازاي تكوني مرنة اقولك يعني ايه مرونة اصلا. الاول، المرونة بكل بساطة هي انك تمشي مع الموج مهما كان عالي، بدل ما تمشي عكس الموج. لأن الطبيعي لو الموج عالي هيغرقك ومش هتقدري تقاوميه، لكن الصح إنك تمشي مع الموج. الحياة مش دايما هتكون ماشية على نفس الحال أو على نفس الروتين، في أيام هتكون هادية وأيام مش هتكون هادية، أو بمعنى أصح الحياة مش خط مستقيم، لازم هيكون في شوية تقلبات أو حاجات هتحصل مفاجأة. فلو فضلتي واقفة كده متجمدة مكانك هتخسري وهتتعبي جدا. لازم أغلب الوقت تكوني مستعدة لأي تغيير يحصل فجأة في حياتك يبوظلك الخطة اليومية أو الروتين اليومي اللي انتي عاملاه لحياتك. احنا في الغالب أو في ناس كتير مننا بنكون مخططين لليوم بتاعنا وعارفين احنا هنروح فين وهنيجي منين وهنعمل ايه، بس لازم وانتي بتحطي الخطة اليومية بتاعتك دي تكوني عاملة حسابك فيها إن ممكن تحصل حاجة تغير مسار اليوم، أو تحصل حاجة تضايقك وتفصلك عن شغلك أو عن الحاجات اللي كان المفروض تعمليها. وساعتها بقى لو انتي مش مرنة مش هتقدري تتقبلي اللي حصل، وهتفضلي متضايقة ومخنوقة ومزاجك هيتعكر ونفسيتك هتكون مش في أحسن حالاتها. وأظن إن احنا محدش فينا عايز كده، احنا طول الوقت بنحاول إن احنا نكون كويسين ونحافظ على نفسيتنا وعلى سلامنا النفسي. فمعنى إنك ما تكونيش مرنة وقتها انت هنا بتنكدي على نفسك وبتتعبي نفسك. طيب وليه؟ احنا مش عايزين ده يحصل خالص. مش كل حاجة في الحياة تستاهل ان احنا نقف عندها وناخد موقف، في حاجات بسيطة نقدر نعديها ونكبر دماغنا وتشتري فيها راحة نفسيتك ودماغك. زي مثلا لو كنتي متفقة مع حد من اهلك او صحابك انكوا هتخرجوا في يوم معين، وبعد لما لبستي وجهزتي نفسك على اخر لحظة الخروجة اتلغت او حصل اي ظرف ومعرفتيش تنزلي، فبدل ما تزعلي وتنكدي على نفسك وتفضلي قاعدة مكشرة بعدها ساعتين تلاتة وتزعقي في اللي رايح وتزعقي في اللي جاي، لا قومي مثلا اعملي سكين كير لبشرتك، او اهتمي بشعرك، او اتفرجي على حاجة بتحبيها، او مثلا اعملي حاجة كنت مأجلاها بقالك فترة، وقولي اكيد خير. يمكن كانت هتحصل حاجة وحشة برا، او يمكن الخروجة ما كانتش هتبقى حلوة وهترجعي تقولي يا ريتني ما نزلت. الفكرة هنا انك ما تخليش اي حاجة صغيرة تعكر مزاجك وتزعلك. ده غير بقى ان احنا طول ما احنا عايشين هنقابل انواع مختلفة من الناس، اللي هتلاقي دماغه ناشفة واللي هتلاقي عقله صغير. فلو اتعاملنا مع كل واحد من دول شوية واحنا ما عندناش مرونة اكيد هنتعب. في ناس لازم نفوت لها زي ما احنا بنقول او ناخدهم على قد عقلهم، لانك لو دخلتي معاهم في نقاش او كنتي متجمدة معاهم وما عندكيش مرونة مش هتخلصي من المشاكل. الناس المرنة مريحة، بتلاقي الحياة معاهم سهلة، مش بيقفولك على كل كلمة، ولو حصل حاجة تزعل هتلاقيهم بياخدوا الحياة ببساطة ومش بيصعبوها علينا. فخليكي من الناس دي، وصدقيني بالمرونة دي وقتها هتلاقي ان الحياة بقت اسهل والمشاكل هتقل والدنيا هتعدي. انتوا عارفين انا الاول ما كنتش مرنة خالص، كنت بقف على الكلمة او على النظرة حتى لو معجبتنيش، فكانت الحياة مليانة مشاكل. لكن لما اتعلمت ابقى مرنة، يا سلام بقى على راحة البال وعلى الهدوء. حتى لو في حد جاي يتجادل معايا او عايز يثبت لي ان هو صح وانا غلط، بسيبه يتكلم ويقول كل اللي نفسه فيه، واشوف ايه اللي يرضيه واعمله له. واغلب الخلافات او المشاكل بنهيها بحصل خير. فما تقفيش كتير عند حاجات ما تستاهلش. اي حاجة تقدري تعديها عديها مادام مش مشكلة كبيرة، او مثلا مش حد بيقلل منك او حد بيغلط فيكي او موقف لازم تقولي فيه كلمة حق، خلاص عدي وكبري دماغك. والله الناس اللي بتكبر دماغها دي مرتاحين فعلا. اصل مفيش حاجة تستاهل ان الواحد يتعب نفسه ويحرق في اعصابه على كل حاجة كبيرة او صغيرة بتحصل. واللي هيساعدك كمان انك تبقي مرنة هو انك تتقبلي فكرة التغيير. الحياة مش ماشية على روتين واحد زي ما قلتلك قبل كده، دايما هتلاقي في حاجات بتتغير. زي مثلا اتنين اصحاب يكونوا بيحبوا بعض جدا، وفجأة حد فيهم يتغير ومعادش يحب التاني، او تحصل حاجة وتفرقهم عن بعض. وده وارد وبيحصل كتير جدا، ومش بين الصحاب بس، لا ده في كل العلاقات هتلاقيه موجود، لأن كل حاجة في الحياة قابلة إن هي تتغير. فاحنا هنا لو متقبلناش مبدأ التغيير ذات نفسه وكان عندنا مرونة، عمرنا ما هنقدر نتخطى أو نتجاوز العلاقات الحلوة اللي كانت في حياتنا في يوم من الأيام. وهنا بقى بتظهر جدا أهمية المرونة. الحاجة المرنة سهل جدا إنك تشكليها، زي الصلصال مثلا، عمرك ما تقدري تكسري الصلصال. لكن لو حاجة صلبة زي الخشب سهل إن هي تتكسر، وصعب قوي إنك ترجعي تجمعيها مرة تانية.
لكن الصلصال بيتجمع تاني بسهولة وسهل جدا ان هو يتأقلم مع الظروف او مع المكان اللي هو موجود فيه. فخليكي مرنة علشان مفيش حاجة تقدر تكسرك في الحياة. وطبعا المرونة دي مهارة زي ما قلتلك وسهل تكتسبيها مع التدريب. في ناس بتكون دي طبيعتهم او مولودين كده ربنا حاططها فطرة فيهم، وفي ناس لأ بتحتاج تدريب على الموضوع شوية. علشان تكتسبي المهارة دي انت محتاجة تتدربي كتير. في كل موقف بيمر عليكي في الحياة حاولي تكوني مرنة فيه، بس خلي بالك وفرقي في المواقف اللي هتحتاج منك مرونة والمواقف اللي هتحتاج منك صلابة وقوة. احنا هنا بنتكلم عن المواقف الصغيرة أو الحاجات البسيطة اللي مش مستاهلة انك تكبري الدنيا علشانها وسهل انك تعديها. لكن أي حاجة كبيرة وقتها ما تكونيش مرنة أبدا، بالعكس اقفي بقوة واعملي الحاجة الصح اللي الموقف بيتطلبها أو الحاجة الصح اللي الموقف فعلا محتاجها في الوقت ده. فخليني بقى أقولك على شوية حاجات تعمليهم علشان تقدري يكون عندك مرونة فعلا. وأول حاجة إنك توسعي زاوية نظرك، بمعنى إن مش كل حاجة في الحياة أبيض وأسود، ومش كل حاجة لازم تمشي بالطريقة اللي احنا محددينها. جربي في كل موقف تمري بيه فكري فيه بأكتر من طريقة، أو تشوفيه من كل الزوايا، وفكري في كل الحلول اللي ممكن تكون موجودة. يعني مثلا لو حصلت مشكلة أو سوء تفاهم مع حد، أو حتى اختلفتي في الرأي مع حد أيا كان الموضوع ايه، حاولي تشوفي الموضوع من وجهة نظر الشخص اللي قدامك، أو حطي نفسك في مكان الشخص اللي قدامك وحطي في بالك كل الظروف بتاعته وافهمي طريقة تفكيره، وإيه الحاجة اللي خلته يعمل كده أو إيه اللي خلاه يقول كده أو يفكر بالطريقة دي. وقتها هتقدري تفهمي طريقة تفكير أي حد تقابليه في حياتك، وهتقدري تفهمي وجهة نظره كمان. ويمكن في الآخر تكتشفي أصلا إن محدش فيكم كان غلط، يمكن انتوا الاتنين في الوقت ده كنتوا صح. بس مع اختلاف الأماكن والشخصيات والظروف اللي كل واحد بيمر بيها هتلاقيه بيشوف الموضوع من زاوية مختلفة. فتعلمي إنك تشوفي أي مشكلة وأي موقف من وجهة نظر الشخص اللي قدامك. وقتها لما تعملي كده هتبقي مرنة جدا وسهل أي حد يتناقش معاكي، وسهل كمان إنك تفهمي الناس اللي حواليكي. وده بقى هيميزك جدا عن أي حد تاني، وهتخلي الناس تحبك وتحب تتعامل معاكي. وانتي أصلا حتى لو لاحظتي في نفسك هتلاقي إنك بتحبي الشخص المريح أو المرن اللي بيعرف يفهم الشخص اللي قدامه مهما كان اختلافهم عن بعض. والأكيد إن احنا كلنا بنجري وبنبعد عن أي شخص تاني متشدد أو مش بيفهم اللي حواليه، أو اللي شايف حتى نفسه دايما هو اللي صح والناس كلها غلط، وأهم حاجة عنده رأيه وكلامه هو بس، وأي حاجة تانية أو أي كلام تاني في الحياة مش فارق معاه. هو فارق معاه نفسه بس وطريقة تفكيره هو بس. وتعالي بقى أقولك على تركة بسيطة هتخليكي شاطرة جدا في إنك تتأقلمي أو تكوني مرنة في حياتك. شوفي أي حد في حياتك انتوا الاتنين عكس بعض تماما في كل حاجة، وكل لما بتقعدوا مع بعض بتتخانقوا. الإنسان ده بقى بالذات عايزاكي تقعدي معاه كتير جدا وحاولي كمان تتناقشي معاه، وطبعا ساعتها طبيعي انكوا هتختلفوا جدا. وهنا بقى دورك انك تدربي نفسك على انك تحاولي تفهميه وتحطي نفسك مكانه وتفهمي وجهة نظره من غير ما تنفعلي عليه أو من غير ما تتعصبي. ومرة على مرة هتلاقي نفسك بدأتي تتأقلمي أو تتقبلي الآراء المختلفة عنك والشخصيات المختلفة عنك. لأ ومش تتقبليها بس، ده انتي كمان هتعرفي تتعاملي معاهم. وخلي بالك ان المرونة من اهم الصفات اللي هتلاقي نفسك محتاجاها في كل مكان او في كل حاجة في حياتك. زي مثلا لو في الشغل وعندك مديرك بيضايقك هتعرفي تتعاملي معاه، او حتى زمايلك في الشغل وعلاقاتك كلها بقى من اول اهلك وصحابك وزوجك واولادك. فالمرونة ضرورية جدا في حياتك، ولو مش عندك انت تقريبا اغلب علاقاتك هتكون مش ناجحة او هتكون مليانة مشاكل. احنا عمرنا ما هنلاقي ناس متفصلة على مقاسنا، لازم هتلاقي في حاجات كده انتوا شبه بعض فيها وفي حاجات هتكونوا مختلفين فيها عن بعض. وهنا بقى بيجي دور المرونة والتقبل، لأنك لو ما كنتيش مرنة عمرك ما هتعرفي تتقبلي حد، وهتفضلي عايشة طول عمرك تنتقدي في الناس اللي حواليكي، وده هيخلي الناس تبعد عنك واحنا طبعا مش عايزين كده. فحاولي تكوني مرنة على قد ما تقدري، وكل حاجة بالممارسة والتدريب هتقدري تعمليها. احنا يعتبر كلامنا كده في الموضوع ده لسه منتهاش، لسه في شوية حاجات كده كمان تعمليهم علشان تكوني مرنة. فلو حابين ان احنا نعمل جزء تاني نكمل فيه كلامنا عن الموضوع ده اكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله في اقرب وقت اعمل لكم منه جزء تاني. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.